أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يقول بأنه خطب فتاة ويريد أهله أن يقيم فرحا أو عرسا على غير شرع الله تبارك وتعالى، في مسرح من المسارح وتأتي فرقة من الفرق. والمهم لا يجوز لبيت مسلم أن يبدأ هذا البيت حياته في ليلة العرس بمعصية لله تبارك وتعالى بدعوة دليلة في العمر. وما يدريك يا أخي، ما يدريك ألا تقبض في ليلة العمر؟ وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهما وهما لا يشعران ولا يدريان، وكم من عرس عقد لم يتم. فلا يحل أبدا لمسلم ولا مسلمة أن يبدأ هذه الحياة التي يجب عليه أن يبدأها بالشكر لله. يعني إن هيأ الله لك الزوجة الصالحة ومن عليك بالمال ومن عليك بالبيت ومن عليك بالأثاث، هذه النعم تستوجب منك الشكر أنت وأسرتك وأسرة الزوجة، أم تستوجب منا المعصية ونبارز الله بالمعصية في أول ليلة؟ نأتي بفرقة ونأتي براقصة ونطبل ونزمر ونزعج الآخرين. هذا لا يعد عرسا وهذا ليس فرحا. حتى الطرق تعطل بما يعرف بالزفة. عروسة راكبة سيارة وأمامها 5 سيارات و10 موتوسيكلات ووراها 5 سيارات والطريق كله يقف وكلاكسات. المريض لازم ينزعج والنائم لازم يستيقظ، ومش بعيد الميت لازم يصحوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عرس، هذا فرح، هذا إزعاج، هذا ترح، هذا إضرار. لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز لمسلم أن يبدأ حياته وأن تكون ليلة عرسه ليلة معصية. لا يجوز لمسلمة. وعلى كل أخ وعلى كل أخت أن يصر إصرارا على ألا يعصي الله أبدا في ليلة عرسه. ولا يجوز لك أن تطيع والديك في هذه المسألة، ولا يجوز لك أن تطيع أسرة عروسك في هذه المسألة. يعني لو طلب منك أهلك أن تقيم عرسا فيه معصية لله فلا توافق ولا تقبل أبدا. وإن طلب منك أهل عروستك أو أهل عروسك أهل مخطوبتك أن تقيم عرسا فيه معصية لله فلا تقبل أبدا. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق أبدا أيا كان في معصية الخالق. سامحوني إن فعلت، لأنه لا، يعني طاعة الله مش رخيصة يا إخوانا، مش رخيصة نفرط فيها بهذا الرخص. ومعصية الله تبارك وتعالى نتجرأ عليها بهذا الشكل المهين. أفراح المسلمين إلا من رحم الله مليئة بالمعاصي ومليئة بالخروج عما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله، هو أنا عشان أفرح لازم أعصي؟ طب ما نفرح بالطاعة. العروس تتزين وتلبس أجمل ما عندها من الثياب. الفستان الأبيض يا مولانا، تلبس يا عم فستان أبيض وتلبس فستان بامبا وفستان روز واللي هي عاوزاه تلبسه، طالما أنها تجلس بين أخواتها وبين النساء في مكان مستقل. النساء يريدن أن يغنين لها فليغنين لها. طب يجوز أن هم يستعملن يعني الدف؟ يجوز، بل يجوز استعمال الدف للنساء، فيش مانع. طب فرقة من الأخوات لا حرج أيضا، تأتي فرقة من الأخوات يغنين العروس للعروسة، يعني بكلمات جميلة بكلمات رقيقة، وتلبس أجمل ما عندها من الثياب، والزوج بين إخوانه لا حرج أن يغني له بعض إخوانه بعض الأناشيد الجميلة بدون موسيقى بقى. يعني ما نقلدش النساء، لا نقلد النساء، نفرح به. إيه المانع أن يكون في بيت من بيوت الله أو حتى في نادي يا سيدي من الأندية مكان للنساء ومكان آخر للرجال، ويدعى بعض أهل الفضل. ويا حبذا لو قام رجل من علمائنا فذكرنا بالله تبارك وتعالى. وبعد أن تفرح العروس مع أخواتها وبناتها وزميلاتها وصاحباتها، يذهب العريس أو الرجل إلى عروسه ليأخذها ويعود إلى بيته ويبدأ حياة جديدة. يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى ويأتي بكوب من اللبن يشرب نصفه ويسقي امرأته النصف الآخر ويضع يده على رأسها ويقول اللهم ارزقني خيرها وخير ما جبلت عليه. ولو قال في سره وجنبني شرها وشر ما جبلت عليه لكان أولى. لا يجهر بهذا في وجهها، وإلا لربما أفسدت عليه ليلته
وقالت له هو أنا شر وأنت جايب شر إلى غير ذلك. هذا هو الفقه وهذه الحكمة. وتبدأ الحياة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يليق أبدا يا شبابنا ويا أولادي ويا أحبابي ويا أخواتي، لا يجوز أن نبدأ حياتنا بمعصية الله تبارك وتعالى. وما يدريك، رجل سبحان الله ممكن يستدين عشان يجيب رقاصة، عشان يجيب راقصة لتحيي عرس ولده. وبقت عادة قبيحة وعادة سيئة في بعض القرى، بقت عادة من أقبح العادات. فلان جايب راقصة، أعوذ بالله يا أخي. كل عين نظرت إلى هذه الراقصة آثمة، وأنت تتحمل إثم هؤلاء جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى. تصور لو أمام هذه الراقصة 1000 شاب، وكل شاب نظر إلى هذه الراقصة العارية 100 نظرة. تصور أن صاحب العرس يتحمل إثم 100 نظرة. اضرب في 1000، اضرب في 1000. ده كلام مش من كيسي أنا ولا من عندي. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أنا أرجو من إخواننا أخواتنا أن يتقوا الله عز وجل، وأن نتخلص من هذه العادات القبيحة التي لا تمت إلى ديننا ولا إلى أخلاقنا ولا إلى قيم مجتمعنا المسلم بأدنى صلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة وفرحة، إنه ولي ذلك والقدر عليه بطاعته. معلش سامحوني إن فعلت